عارفين يا جماعة الحياة الدنيا بتاعتنا دي شبه إيه؟ شبه قاعة كبيرة جدًا للامتحان، كل الطلبة فيها متجمعين على الكراسي، قاعدين على الكراسي قدامهم ورقة الإجابة بيجاوبوا، ولكن بتلاقي مثلًا على سبيل المثال إن ورقة إجابة فلان غير ورقة إجابة فلان، يعني مش نفس الأسئلة، نفس الأسئلة عند كل الناس، لأ، الأسئلة دي مختلفة، فتلاقي مثلًا فلان عنده ورقة إجابة مختلفة أو عنده أسئلة مختلفة عن أسئلة فلان، مختلفة عن أسئلة فلان، مختلفة عن أسئلة كلها أسئلة مختلفة عن بعض. والعجيب جدًا إن في الامتحان ده يستطيع الشخص إن هو يقدر يغش وعارف النتيجة النهائية، يعني هو عارف لو هو جاوب على السؤال ده صح هينجح في الآخر، لو هو جاوب غلط هيسقط. وعنده الإجابات، إن هو عنده الإجابات، لو إن هو عنده القدرة إن هو يقدر يحل الإجابة دي صح أو غلط، ولكنه بيقرر إن هو يسيب ورقة إجابته ويبص على ورقة إجابة الأشخاص الآخرين، فيقعد يقارن بين أسئلته وأسئلة الأشخاص الآخرين. ليه فلان جاله السؤال ده؟ طب ليه فلان جاله السؤال ده؟ مش معنى فلان جاله السؤال ده وأنا مجاليش السؤال ده، وهكذا. تركيزه كله منصب على الإيه؟ على تركيز الشخص ده منصب، كل تفكيره منصب على ليه فلان جاله السؤال ده وما جاليش انا السؤال ده، ويقعد يقارن بين ورقة اجابته وورقة اجابة فلان وورقة اجابة فلان وهكذا. فدي مثل الحياة الدنيا. والعجيب جدا ان انت في وقت الامتحان ده انت مش عارف انت الامتحان يخلص، انت مش عارف امتحانك هيخلص امتى. كل اللي انت عارفه ان انت داخل الامتحان ومتعرفش امتى ورقة الاجابة تسحب منك فجأة، واخد بالك؟ فدي اصعب حاجة، انك انت مش عارف امتحانك يخلص امتى. ممكن امتحانك يخلص كمان دقيقة، ممكن امتحانك يخلص كمان 4 ساعات او 5 ساعات، ممكن امتحانك تتحط ورقة إجابتك في نفس اللحظة تتسحب. نفس الكلام بالنسبة للحياة، نفس الكلام 100%. الحياة يعني الحياة بشكل عام هي آم، ورقة امتحان بنجاوب فيها، ولكن البطولة هنا بطولتك انك انت تجاوب الامتحان ده، تجاوب فيه صح وفي اسرع وقت ممكن، انك انت متعرفش امتى ورقة الامتحان دي هتتسحب منك، متعرفش. ممكن تسحب منك في اي لحظة، في اي لحظة ممكن ورقة الامتحان تسحب منك. عشان كده اسعى واجتهد وركز على نفسك، ما تبصش في ورقة غيرك، الا اذا لو حسيت بالغيرة بعض الاحيان انك انت بتقول ايه، طب ليه فلان اشطر مني، طب انا عايز اكون اشطر منه، فتجتهد في المذاكرة. وانت عارف ال يعني العمر اللي فاضل، او بشكل عام العمر اللي فاضل في الحياة بتاعتنا دي مش قد العمر اللي راح، ومتعرفش امتى اصلا هتعيش مثلا. انا نفسي معرفش هعيش امتى، هعيش مثلا، هعيش 20 سنة كمان او 30 سنة كمان، ولا ممكن اعيش سنة واحدة بس، ولا ممكن اموت دلوقتي حالا، متعرفش. دي لغز من الالغاز، العمر وطول الاجل او قصره، ده لغز من الالغاز الالهية، لغز الهي او حاجة مختص فيها ربنا فقط، مش اي حد بس.